يا جماعة، في برضه فرق ما بين استاد فيه أكتر من 50,000 واحد، وما بين استاد فيهم 4 5 10 آلاف واحد. يا جماعة، لعيبة العين النهاردة في أول ربع ساعة في الشوط الأول مش عارفين يباصوا كورة توحد ربنا. يا جماعة، الشوط الأول الجماهير هي اللي خلت الأهلي يضغط ويكسر ويدشمل ويخلي العين فريق درجة تانية. يا جماعة، هو ده الأهلي لما بيركز. يا جماعة، هو ده الأهلي لما بيحب يعمل حاجة. يا جماعة، هو ده كولر اللي احنا نعرفه. هو ده كولر اللي احنا نعرفه. مش معنى ان ده فريق تقيل ان انا هدافع قدامه. لا، انا هعمل ضغط من قدام من اول خطوط، مش هخليه يطلع بالكوره ويدفعوا اصلا ملط حرفيا فريق العين. وهخلي رامي ربيعه وياسر ابراهيم اللي هم كرة ياسر خصوصا مش حلوه قوي، هخلي ياسر بنفسه يطلع بكذا هجمه. لا 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 لا، ده في متعه. في متعه، ولكن افسدها بعض الاشخاص. ان حسين الشحات ربنا اداله موهبه المهاره والسرعه والتصويب وكل حاجه، ولكن حسين بيفتكر المهاره بس. حسين النهارده لو واحد غير حسين موجود فايق وفريش او بمستوى حسين اللي احنا نعرفه، كان الاهلي في الشوط الاول لوحده جايب 3 4 غير الجون اللي جه. لا 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 لا. طاهر النهارده بيعمل اسيست للجون الثاني، دي اسيستات طاهر اللي احنا عارفينها او اللي انا عارفها. طاهر بيعرف يعمل الشيب باص بطريقه متعه يا جدعان. او لا يا جماعه، العرضيه القصيره عشان يقعد يتريق. بس ايه الفينش بتاع امام ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الطعامه دي؟ ايه اللذاذه دي؟ ايه الشوطه دي؟ ايه التصويبه ده؟ وايه الجون ده؟ بجد. لا، جون جون تتكيف منه. جون تقول الله وانت قاعد. ومن امام سبحان الله. امام بيعمل ماتش حلو النهارده، فربنا بيقول له خد هات جون حلو. امام من اكتر اللعيبه اللي دخلت النهارده. امام بشوفه في الشوط الثاني بيعمل تاكلينج واتنين، دي ما شفناهاش من ساعه ما جه الاهلي من فتره كبيره. امام كان مشهور في الزمالك بيلعب 8 بوكس بوكس، يهين نفسه ويتزحلق ويروح ويجري ويشوط. امام عمل ده النهارده. لكن ربنا كرمه لما لعب حلو النهارده وضغط النهارده وهان نفسه النهارده. ربنا قال له خد هات جون عالمي، هات جون حلو. وسام ابو علي اللي كفر سيئات دفاع العين. العين كل ما يستلم كرة بالدفاع يلاقي وسام لازق فيه. ضربة الجزاء بتاع الجون التالت بتاع عمر كمال هو جابها بسبب ضغطة وسام على الراجل، حط رجليه جت الكورة، سبق الكورة وبصها لعمر كمال. يا جماعة، هي دي المتعة. واخيرا عرفنا، اخيرا شفنا اشرف داري في الملعب، اي نعم 5 دقايق بس عرفنا ان هو حي الحمد لله، حي ان يرزق الراجل موجود، والراجل بيقول انا يا جماعه انا هلعب اهو. ومش عارف ايه حكمة كولر ينزل عمر الساعي وحكم بيصفر. هل دي تكريميه ليه عشان جماهير تسقف له، ولا هو بيذله ولا بيهينه ولا إيه؟ مش فاهم. ولكن عمر الساعي ان شاء الله يكون ليه جزء من مشروع النادي الاهلي، ان اللاعب ده حلو جدا من ايام ما كان في الاسماعيلي. الاهلي النهارده عمل ماتش، عمل شوط اول مسح فيه حاجه اسمها العين الاماراتي، مع احترامي لنادي العين ومع احترامي لكل الناس في العين. سيفان رحيمي اسمه ده لابودكا، قصدي لاباكوجا ده. والواد اللي هو اللي شبه شبه بتوع الكوريين، اسمه مش عارف اسمه ايه. اسمه غريب كده، بس هو ده شكله مش يعني ده مش اسيوي. هو شكله برازيلي، شكله اوروجواني. بس مش عارف صح ايه ابو شعر اصفر اللي نزل ده. لا 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 لا. فريق العين حلو جدا جدا في التحولات اللي هي القصيره مع بعض على الاطراف. يعني فريق العين اغلب بساطه واغلب كوره على الاطراف، بيعمل 1 2 مع بعض، او بياخد واحد بياخد الكوره على المساحه على الناحيه اليمين مثلا او الشمال، ويبقى فارد الملعب خالص. يجي واحد يسقط له على طول من ورا المدافع عشان يديها له عشان يعملها البينيه الارضيه القصيره. النادي الاهلي ولعيبه الاهلي كانت مركزه جدا في الحته دي. حتى اللي كان بيفرز من ايريك مثلا او اللي جاي من ورا ايريك وبيلعبها، بتلاقي دايما رامي ربيعه وياسر ابراهيم بالمرصاد. النهارده رامي ربيعه وياسر ابراهيم عاملين ماتش عمرهم. النهارده في كوره رامي ربيعه قاعد يدب في الارض بايديه لما قطع الكوره وجت للشناوي. هي فعلا حقه ان هو قراها صح واتزعلق صح وجت فيه صح ورجعت للشناوي صح، لانها هتيجي جون. تخيل عين الامارات بكل النجوم اللي قدام دولت، فريق مكسر الدنيا في الامارات وفي دوري ابطال اسيا تهديفيا. سيبك ان هو خسران، لكن فريق بيجيب اهداف كتيره جدا وبيدخل فيها اهداف كتيره برضه. ان فريق هجومه قوي جدا ودفاعه وحش جدا. فانت قدرت تستغل دفاعه الوحش جدا باسهل ما يكون، ولو مركز اكتر واكتر تجيب 5 6، وعرفت توقف خطورته هجوميا.
غير ان اللعيبه دي نازله مرعوبه من الاستاد ومن شكل الجماهير، ده قولا واحدا. اللعيبه نازله خايفه مرعوبه من شكل الجماهير. والنادي الاهلي لعبته اخيرا استغلت جماهيرها انها تضغط ضغط عالي وتدشمل الدنيا وتكسر الاستاد على العين وعلى كريسبو مدرب العين عشان يعمل المسرحيه الجميله دي. شكرا لنادي الزمالك انه فوق النادي الاهلي بالسوبر الافريقي وخلاه يرجع الاهلي اللي احنا عارفينه في ظرف 10 ايام اسبوعين. الاهلي رجع اللي احنا عارفينه، كولر رجع اللي احنا عارفينه، الاهلي بجمهوره رجع باللي احنا عارفينه في ظرف اسبوعين. الزمالك كان بايده يخلص لكن ما عرفش. وماتش الزمالك وفوزهم علينا في السوبر الافريقي كانت درس وقلم سخن فوق النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، مبروك للكره المصريه عموما رغم انف الحاقدين، لان ما اهلي دلوقتي بيعمل كل حاجه شرف بها مصر. وما تنساش اللايك والشير قبل ما تقفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.